السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص على الأبواب، وإن شاء الله تبقى أيام كده جميلة، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية، وعيد سعيد عليكم يا رب. إن شاء الله النهاردة جايبة لكم وصفة جامدة جدا، إن شاء الله تعجبكم. طبعا بما ان بقى العيد خلاص على الابواب، وطبعا محتاجين نعمل الرقاق بتاعنا باللحمة المفرومة. فطبعا يعني جبت لكم بديل اللحمة المفرومة. ايه هو ده بقى يا زيزي؟ بديل اللحمة المفرومة ده سجق اسكندراني، بيتباع عند المحلات بتاعت اللحمة المجمدة والكبدة، كلنا طبعا عارفينها. انا جبت الربع كيلو ده ب27 جنيه ونص، وقطعته كده زي ما انتوا شايفين. هو بيبقى متعلق، بيبقى ناشف فبيبقى خفيف، فالربع كيلو بيبقى تحس ان هو كتير شوية. كل اللي انا عملته ان انا قطعته زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، وبعد كده في طاسه سخنه على النار، ما حطيتش سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. رحت حاطه السجق عليها، وحطيت عليه شويه ميه، وبعد كده حطيت عليه بصلايه وملح وفلفل، وخلاص على كده وطفيت عليه. طبعا انا هستخدمه في الجلاش، ممكن نعمله في الرقاق، ممكن نعمله في الرقاق الناشف او سواء الناشف او الطري، يعني زي ما انتوا عايزين يعني. ممكن كمان نعمله في المكرونه البشاميل، بس مش بفضله قوي يعني. وممكن كمان نبدل السجق الاسكندراني ده بالسجق العادي، ولو هو طري شويه ممكن نطلعه كده من غير ما انا زي ما قطعته كده في البدايه. لا، ممكن نتك عليه لو لسه معمول، هينزل كل الحشوه اللي فيه. ويبقى انا دلوقتي ما قطعتش زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، لكن انا قطعته عشان هو كان ناشف عند الراجل، متعلق يعني. هنا هعمل بقى الجلاش بالطريقه المعتاده بتاعتنا، يعني كلنا عارفينها. مسيحه سمنه ودهنت الصينيه في البدايه، وبعد كده ظبطت الجلاش على الصينيه بتاعتي. والزيادات طبعا هحطها في النص يعني، وبدهن كل ورقتين فرشه سمنه عشان يطلع معانا حلو كده، ومورق طعمه حلو يعني. ما تجيش بقى ناكل الجلاش كده نلاقيها بتقطم معانا ونيه من جوه. ده فايده ان احنا طبعا بندهن سمنه ما بين ورق الجلاش. هحاول اظبط كده ان انا هاخد نص الورق بتاع الجلاش بتاعي، وهداري طبعا الحته الجزء اللي انا قطعته ده في النص، مش هيبان كده كده يعني. وبعد كده هجيب الحشوه الجميله اللي انا محضراها. عايزه اقول لكم ان انا وفرت تقريبا 50 جنيه في ربع كيلو سجق الاسكندراني ده بدل اللحمه المفرومه. المهم يعني، وطعمه طبعا والله حلو قوي، يا ريت تجربوه ان شاء الله يعجبكم. بدأت بقى احط الحشوه بتاعتي وهفردها كويس، وبعد كده هرجع تاني اكمل بقية ورق الجلاش. ممكن نحط فلفل الوان، ممكن نحط فلفل اخضر بس. في ناس بتحب كمان تحط جبنة من جوه، جبنة موتزاريلا، حسب اللي احنا بنحبه، كل واحد يعمل اللي نفسه فيه. الحشوات دي بالذات يعني اذواق، ما نقدرش نقول لحد حط لحمه، حط قصدي فلفل، حط جبنه، لا ما تحطش حاجه، مش شرط يعني. وبعد كده خلصت كل الورق، ودهنت برضو فرشه سمنه، ومظبطه كده ايه الاطراف. وبعد كده هقطعها زي ما انتوا عايزين. انا بقطعها بصراحه مربعات، ممكن نقطعها سمبوكسات، ده طبعا كل واحد وذوقه. بس عايزين نصغر اكتر من كده براحتنا برضو. بعد كده هجيب بيضايه هكسرها واحط عليها شويه فلفل اسود عشان الزفاره طبعا، هقلبها كويس. وبعد كده هحط عليها يعني اقل من كوبايه لبن، يعني مثلا كوبايه الا ربع كده بالويم كده، انا عارفه يعني. لو حد مش عارف ممكن يحط كوبايه الا ربع، وهقلبهم كويس مع بعض. مش هحط ملح، استكفيت ان انا خلاص بقى السجق اساسا نخلي بالنا لان ساعات بيبقى حادق، يعني ما نحطش ملح كتير ونتفاجئ بقى ونتصدم ونقول ده حادق مش والكلام ده كله. فما حطيتش في اللبن ملح. بعد كده هسقيها بقى باللبن والبيض، وخلي بالنا برضو من الاطراف عشان ما تبقاش ناشفه معانا. الجلاش بقى هيشرب اللبن ده والبيض مع بعضه كده، وهيبقى ايه عقبال ما انا ولعت الفرن على درجه حراره متوسطه وادخلها على الشبكه اللي في النص. ما بيكملش معايا، ونخلي بالنا عشان الجلاش يعني بيحمر بسرعه. حطيت سمسم، وده حبه البركه ده برضو اختياري، بس انا حبيت اعمل شكل حلو كده كأنها يعني ايه زي بيتزا يعني.
وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ما شاء الله عليها، يعني بصراحة كانت حلوة قوي. هسيبها بقى لما تبرد، وبعد كده هقطعها واقدمها. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهاردة. بصوا السجق عامل ازاي من جوه. السلام عليكم.